اهتمام بقضيتنا. المسألة مسألة إيمان، الإيمان هو التصديق المطلق. عندما تصدق تصديق مطلق أنك مواطن كويتي رغما عن أنف جميع من أبى. المسألة ما فيها لما يقول لك 65، من الذي وضع ال 65؟ من الذي يحدد انتمائي إلى الكويت؟ النائب أحمد السعدون حط هذا التشريع. ليش؟ أيام ال 25 دائرة كانت القاعدة الشعبية مالته من الدماء الزرقاء. قالوا شلون تبي البدوان هذه تشاركنا في خيرات الكويت؟ قال احط لكم سد منيع امامهم لان اغلبيتهم بدو ما عندهم 65. هذا هو السبب اللي دائما يتغنون بال 65. 96% من الشعب الكويتي لا يحمل حصان 65. 96% من الشعب الكويتي لا يحمل حصان 65. والكويتيين البدون 34,000 منهم اللي يحملون حصان 65. لا يوجد لا نسبة ولا تناسب. مشكلة يطيح مشكلة. الموضوع ما فيه دقيقة ناس لا. الموضوع ما فيه انكم كويتيين رغما عن انف من ابى، رغما عن انف من ابى كويتيين. موضوع ال 65 دائما اللي يتغنون لنا فيه. احصاء 65 لما صدر في البداية من اللي كانوا موظفين اللي يجمعون اغلبيتهم فلسطينيين، اردنيين، سوريين، اغلبيتهم موظفين عرب وبعض الكويتيين. لما كان يطلع يروح يحصيهم يحسب المدينة، يجي للمدينة الناس المدنية يسجل يحصيهم. لكن اللي كانوا بالبادية، بادية الكويت اللي هم ابائكم واجدادكم، منو كان يطلع لهم يروح لهم؟ منو كان يروح وين يدور؟ كان في قانون اسمه قانون بادية الكويت تم القاءه سنة 1986 وبعدها تسكرت الحدود. القانون هذا كان يسمح للقبائل الرحل ان يخرجون من الكويت، يدخلونها عن طريق البر، عن طريق الحدود، مو عن طريق المنازل. لكن تم القاء هذا القانون بسنة 1986 وصارت المعلومات المدنية تجمع معلومات عن جميع الشعب الكويتي سنة 1987. يعني انتم كويتيين بصفة اصلية ما ندور تجنس، ما نشحذ من احد. هذا حقك لك، الحقوق تنتزع ولا تنطر ان احد نحكي اياها. صار لنا كم عام وحنا قاعد نضحي، كم عام نحمل السلاح من اجل حماية هذا البلد. اعطوني مقومات اي دولة بالعالم كله تخون دون الامن. اكو وزارتين امنيات الداخلية والدفاع، من اللي كونهم غير ابائنا واجدادنا؟ انت ابائك واجدادك كان لهم السبب الاول والسبب الرئيسي باستمرار الكويت ووطن الكويت. لكن تم غربتك، تم اقصائنا من المجتمع. كل ما واحد يسوي جريمه قالوا بدون هذول مجرمين. من اللي صنع المجرم هذا؟ كمل كلام. من اللي صنع المجرم؟ الدولة. من اللي صنع المجرمين من البدون غير الاقصاء لسنوات؟ صار لهم اكثر من 50 سنه وهم يقصون فينا، اكثر من 50 سنه وهم يتهمونا باعراضنا، اكثر من 50 سنه وهم يقصون في البدون. اقصاء اقتصادي، ما في عمل، ما في وظائف، وفوق هذا يمسون كرامتك، يمسون شرفك، يمسون عزتك. من نحن عزوا يا بشر. نحن اساس العزه، اساس الكرامه. احنا اللي صنعنا الكرامه للتاريخ وللبشريه كلها. يجي شخص يقول انتم كويت، يجي شخص يقول انتم مرتزقه، يجي شخص يقول انتم تبع حزب الله ولا تبع ما نعرف ايش. يدخلون الطائفيه، 3 محاور يفرقون فيها يبدون. دخلوا الطائفيه قالوا سنه وشيعه، هذا المحور الاول. المحور الثاني تفرقه وثائقيه، هذا 65، هذا ما عنده 65، هذا عنده مشاركه بحروب، هذا خلونا بيننا وبين بعض نسال بعض انت منهم، انت من هذول ولا من هذول. تفرقه وثائقيه، تفرقه طائفيه، واخر تفرقه عرقيه. واحد يصل من العراق، واحد يصل سعودي، واحد يصل سوري، واحد يصل ايراني. يقولون يقسموني فكر. تمييز عنصر صار. يظلون يميزون بيننا ويشتتوننا. لا يوجد تفرقه بيننا. حنا كلنا كالجسد الواحد، كلنا اصحاب حق ننتزع انتزاع. انا اقول لكم يا الربع استمروا.